هقول لكم على تفصيلة صغيرة في المحارة بس هتوفر علينا وهتريح النقاش واحنا شغالين في الدهانات. اغلب الشقق اللي بنستلمها على المحارة بيكون السقف بتاعها خشن او متمشط زي السقف اللي قدامكم ده، وده بيكون حله يا اما ان احنا نعمله مصيص او كيمة كازيت، او ان احنا نوفر فلوس المصيص والكيمة كازيت دي ونعمله سقف جبسون بورد. بس في تفصيلة صغيرة جدا اغلب الناس بتنساها، وهي ان احنا اي شباك او اي باب بلكونة بنعمل له بيت ستارة، فما ينفعش ان احنا نسيب المحارة في مكان بيت الستارة متمشطة او متخربشة كده او خشنة كده، علشان هيكون صعب جدا بعد ما نعمل الجبسون بورد ان احنا نمحرها محارة ناعمة او ان احنا نعملها كيمة كازيت او مصيص او حتى معجون اسمنتي عادي، لان بيت الستارة بيكون صغير جدا فالنقاش ما بيقدرش يظبطها بنسبة 100%. علشان كده قبل ما بنعمل الجبسون بورد بنجيب مبيض المحارة ونمحر اماكن بيوت الستاير كلها محارة ناعمة، بحيث ان احنا بعد كده نديها معجون عادي جدا زي اللي بنديه للحيطة والاسقف والنقاش يعملها بكل سهولة. انما لو كنا سيبناها محارة خشنة او متمشطة هيكون صعب علينا ان احنا نظبطها بعد ما نعمل الجبسون بورد، فبنمحر يمين وشمال الشباك 20 سم يمين و20 سم شمال، وبنطلع برضو الناحية دي كده 20 سم في اي شباك او اي باب هيتعمل عليه بيت ستار.